هل ممكن آخد قرار من غير ما يكون عندي معلومة؟ يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عايز آخد decision مهم في الشركة عندي، بس ما فيش عندي معلومة تقول لي أروح يمين والّا شمال. ده بيحصل؟ أكيد بيحصل وبنشوفه إن أنت ممكن تلاقي فجأة كده اتاخد قرار من غير insight من غير معلومة. هنا بيكون based على الexperience. يعني هاحكي لكم موقف حصل معانا في الtraining وإحنا كنا بنتكلم على الجزئية دي. حد جه قال إحنا الشركة عندنا الCEO سافر conference جه رجع قال أنا اتعاقدت على product جديد. طب اتعاقدت إزاي وإحنا ما عملناش market research شُفنا الproduct ده هيبقى مناسب عندنا في الmarket أو لأ، ونشوف الcompetitors. قال لأ أنا اتعمل لي presentation حلو واتعاقدت على الproduct. جابوا الproduct وباعوه وكسبوا فيه. هنا الdecision maker أو الCEO خد القرار based على الexperience بتاعته. مش دايمًا ده بيكون صح، أوقات كتيرة طبعًا ممكن يكون صح إن هو بياخد decision سريع based على experience، بس دايمًا أنت محتاج يبقى في insights بتطلع من الdata عشان تقدر تساعدك إن أنت تاخد decision بشكل أفضل. فمهم جدًا إن أنت تعمل تحليل الdata بتاعتك بصفة مستمرة، والتحليل ده مش حاجة بتعملها في يوم أو يعني مرة في الشهر، لأ أنت على طول بتعمل تحليل الdata عشان تشوف الtrends وتشوف الinsights الموجودة في الdata وتقدر تبني عليها الdecisions بتاعتك. هتلاقوا لينك مع الفيديو فيه تفاصيل الكورسات اللي إحنا بنقدمها، ادخل على اللينك ومستني أشوفك في الكورس.